والسلام عليكم يا شباب بنات، شلونكم؟ جاتكم بألف خير يا رب. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد وحلقة جديدة. مقطعنا اليوم راح نبني بيت. طبعا بس قبل ما نبدأ طبعا ما راح أطلب منكم انكم تشتركوا بالقناة. إذا انتم حابين تشتركوا بالقناة اشتركوا، إذا انتم مو حابين تشتركوا بالقناة لا تشتركوا، أنا ما راح أمنعكم. طبعا يا جماعة اليوم حبيت اني مثلا اعمل بيت جديد، لان شفتوا بالحلقة الاولى البيت تبعنا كان صغير جدا جدا. فخليكم مع المقطع وشاهدوا كل اشي بصير. طبعا يا جماعة انا عملت البيت هذا، اعتقد مو راح يعجبكم، فبعد النتيجة راح يعجبكم. طبعا دخلت من هنا لان هلا برجع لكم يلا لان النت يا جماعة. طبعا يا جماعة رجعنا لكم هلا. خلينا بس هنا نشوف اذا في شي، لان ما بنط نط بالبيس. حلو. طبعا هي ثاني هنا في ناس كتير بتحكي لي في ناس بتحكي لي ليش يعمل بيتك صغير كتير. طيب اول اشي الشغلة اللي بدنا اياها احنا طبعا في ناس كتير تسألني ليش يعني مثلا بيتك صغير او بيتك مو حلو. يا جماعة اعذروني على بيتي لان والله ما عندي خشب، وانا زي ما انتم بتعرفوا لان انا هنا يعني بوسط المدينة. طلعوا زي ما تشوفين ما في اشي كتير حلو، يعني مثلا اجيب زراعة. طيب الشغلة اللي بتلزمنا اللي هي صوتي مفتوح. الشغلة اللي تلزمنا اللي هي مثلا الخشب بكتر مثلا هذا سودي معنا معنا 54 بعتقد بكفونا. طبعا هلا شو رح نعمل زي ما انتو شايفين الاشي اللي بدنا نقول عنكم. طبعا فزي يعني زي ما انتو شايفين هيك، بس راح نعمل اشي هلا هنا طبعا السرير دايما زي ما بتشوفوا ما بيجي، فخلينا بس نحط هيك. ايوه حلو. هنا بصير حلو. هنا بدي هيك يطلع يصير خرافي. بس هيك نحط هنا باب وتزبط كل شي معنا. طيب الاشي اللي بدي يلزمنا هلا مثلا بدنا شمع كتير، وحتى والله بدنا عودان يا جماعة. اوف. طيب خلينا يا جماعة هلا نروح على البيت هذا نشوف فيه. طبعا في تخت خلينا ناخد التخت، وفي فرن خلينا ناخده، وفي شيء خلينا كمان ناخده، وفي شمعة خلينا ناخدها، وفي كرافتنج تيبل خلينا ناخده. ما بوسع والله بوسع كمان شغلة لأن أغراضي زي الصحن. طيب يا جماعة هلا برجع لكم. طيب يا جماعة رجعنا لكم هلا. طبعا يا جماعة خلينا نحط السرير بأسرع وقت لأن راح ننهي الفيديو. خلينا بس نحط موضوع أشياءنا. طبعا بس خليني يا جماعة نصنع أشياء كتيرة. طبعا بدنا أنا بحكي لكم شو بدنا. طبعا معانا خشب كتير الصراحة، فهلا نوريكم وش بدنا نعمل. خلينا بس هيك حط بالبيس. طبعا الاشي احنا راح نعمله هلا راح اوريكم اياه. طبعا طيب خلينا بس نجيب كرافتنج تيبل. جيب كرافتنج تيبل يا بيس. حط كرافتنج تيبل هنا. بدنا شيست، نصنع شيست حلو. شيست حطه فوق لأنه ما نستعجل والله. فخلينا بس نصنع كمان باب. هون البيبان والله ما شايفون. طبعا البيبان هي في باب هنا، حط هنا باب. طيب عشان يعني هيك بلاش يجينا وحوش يقتلونا. نشوف قبل عشان كريبر. طيب الشغلات اللي بيلزمونا بينات اللي هنا بس برجع لكم.
ورجعنا لكم يا جماعة. طبعا يا جماعة أنا حبيت يعني أعمل هيك طبعا. الإشي اللي أنا حبيت أعمله إني متحمس للحلقة الثالثة. طيب الإشي اللي أنا حكيت لكم راح أعمله إنه راح أجيب بكاكس حلو. طبعا البكاكس مهم جدا جدا، ونكسر زي هذا عشان نقدر نصنع الأشياء الحجرية اللي احنا بنريدها. وطبعا يا جماعة راح نحرق الفحم. طبعا زي ما انتم شايفين انا هلا عم مكسر. طبعا معانا فحم كتير، فحم كمان والله العظيم يلزمنا طبعا. فخلينا هيك نكسر. طبعا يا جماعة هنا في فحم كتير. طبعا يا جماعة خلينا بس هيك نروح نطب هنا الكهوف. طبعا الصراحة في كهوف كتيرة بهاي الأشياء طبعا، فأنا ما أحب يعني أطب بلاش يطبلي زومبي يقتلني. عشان هيك أنا صار مو متعود على اللعبة، لأن أول مرة ألعبها أو ثالث مرة هيك أعتقد. بس نكسر خشب. طبعا يا جماعة بدنا زي هذا كتير كتير كتير. هذا الاشي بالزمنة يعني اسمه حجر. هلا برجعلكم ان شاء الله. اعذروني يا جماعة على اعلانات كتيرة. طيب يا جماعة خلينا بس هنا احنا نروح من هذا الورد بالجنة. طبعا انا هلا هنا طبعا والله ما اعرف وش يعني بدي اعمل بالضبط. طبعا يا جماعة راح نظبط مكانتنا شوية. عم بس نشوف برجعلكم هلا. طبعا زي ما يا جماعة زي ما انتم شايفين نظبط المكان كله. نحط وسط نظبط كله. بحاول كل الأعصاب هاي الموجودة نحاول بالحلقة الثالثة من سلسلة ماستر كرافت. طبعا بس خلينا نسكر هذا كله. طيب يا جماعة رحت جبته. طيب خلينا بس هنا نكسر هذا وبرجع لكم. طيب يا جماعة كنا وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم المقطع لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واستنوا الحلقة الجاية رح تكون النار. ويلا مع السلامة.